السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام دايما يا رب. في حلقة النهاردة من برنامج تعلم كمبيوتر هنعرف ازاي نتابع اداء جهاز الكمبيوتر بتاعنا. يعني ايه اداء جهاز الكمبيوتر بتاعنا؟ جهاز الكمبيوتر ده قايم على برامج بتبقى شغالة معانا في الباك جراوند، برامج شغالة معانا في الباك جراوند وبرامج انت بتشغلها. يعني انت ممكن تشغل لعبة، ممكن تشغل فايل اكسل، ممكن تشغل صورة، ممكن تشغل فيديو. طب انا عايز اراقب اداء الجهاز بتاعي، هل في بطء، هل في ضغط على الريسورسز بتاعتي او المواصفات بتاعتي، فمثلا هنحتاج نزود رامات او لا. ده اللي هنعرفه ازاي نتابع المعلومة دي. طيب انا هديها لك النهارده كمعلومة، وان شاء الله هنشرح بعد كده كل معلومة منها بالتفصيل. بس خلينا نمشي كده قشور، بما اننا لسه في سلسلة اتعلم كمبيوتر، لسه في بدايتها وفي الحلقات الاولى، فاحنا هناخد القشور بتاعتنا. طيب هتقدر تمانج ده ازاي؟ بتيجي كليك يمين على شريط المهام وتجيب حاجة اسمها التاسك مانجر. كليك يمين تاسك مانجر، بتفتح معاك الليستة اللي انت شايفها دي. بيبقى فيها كلمة بروسيسز، دي الحاجات اللي شغالة وقايمة شغالة معانا دلوقتي واللي مفتوحة واللي الجهاز بتاعك بيرن عليها دلوقتي. طيب بتلاقي عندك أول حاجة السي بي يو. السي بي يو عندي أنا استهلاكه مثلا 34%. أنت ممكن تتابع استهلاكه هو كام في المية عندك، اكتب لنا في الكومنتات، ما تنساش تقول لنا استهلاك السي بي يو بتاعك ايه. طيب بالنسبة لي الميموري ده اللي هي الرامات أنا استهلاكها عندي 50%. متنساش أنت برضو تقول لنا في الكومنتات هي استهلاكها عندك قد إيه من أصل كام. أنا الرام عندي هي 10 جيجا موجودة في الجهاز عندي. طيب بالنسبة لي الديسك اللي هو الهارد ديسك استهلاكي عندي 6%. طبعا الأرقام دي متغيرة على حسب استهلاك الجهاز أو البرامج اللي شغالة ايه دلوقتي، فبتبتدي تزيد وتقل. طيب امتى تقول ان انت عايز تزود مساحة هارد، او ان انت عايز تزود رامات، او ان انت عايز تغير البي سي او السي بي يو بتاعك؟ لما تلاقي الارقام دي خلاص وصلت ل 90 و95 في المية، بتبتدي الجهاز تحس ببطء وتهنيج معاك، فبتضطر ان انت تزود رامات عشان يبقى جهاز ادائك اسهل واسرع. هنشرح بعد كده ان شاء الله حتة التاسك مانجر دي بالتفصيل باذن الله، وهنعرف كل حاجة موجودة فيها باذن الله قريبا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك معنا في القناة، وشكرا ليكم، شكرا لحسن استماعكم.